جهز شنطك عشان هتسافر في الفضاء وتشوف ألفا سنتوري. بس في مشكلة صغيرة، الرحلة هتاخد 100 سنة. طب ينفع ننام طول الطريق؟ بس جهز نفسك لأنك هتدخل في نومة قرن كامل. طب يعني إيه هايبرنيشن أو السبات؟ هو حالة راحة طويلة الحيوانات بيدخلوا فيها في الشتاء أو لما الأكل يقل. في الحالة دي حرارة الجسم وضربات القلب والتمثيل الغذائي بيقلوا جدا. الجسم بيدخل في حالة اسمها توربور، يعني نوم عميق والجسم شبه متوقف عن النشاط. عارف زي معظمنا كده آخر اليوم. العلماء شايفين إن بسبب كتلة جسمنا مش هنقدر نخفض حرارتنا لدرجة الصفر زي القوارض. إحنا أقرب للدببة، حرارتنا بتنزل حاجة بسيطة بس يمكن يكون في حل تاني. سمعت عن حاجة اسمها كولينج. المستشفيات بيستخدموها عشان يبطئوا أو يوقفوا وظائف الجسم في بعض العمليات. المشكلة إننا نقدر نعمل كده للبشر لمدة 14 يوم بس. لو اتجمدت بلورات التلج هتتكون جوه الخلايا وتكسرها وتعمل تلف دائم. عشان نتفادى ده هنحتاج نلجأ لكرايوجينكس. العملية دي بتستبدل سوائل الجسم العادية بمادة مضادة للتجمد. خلينا نقول إن عندنا نظام كرايوجينيك في السفينة. هل ده ممكن يخليك تعيش الرحلة ل100 سنة؟ ممكن السبات يبطئ الشيخوخة، يعني هتصحى في قرن جديد. حاجات كتير هتتغير والأرض مش هتبقى زي ما فاكرها لو لسه في أرض أصلا. بس بصراحة مش متأكد إنك هتنجو. جسم الإنسان مش عنده نفس التكيفات اللي بتخلي الحيوانات تقدر تعيش في حالة توربور. مثال، الدب قبل السبات بياكل كميات ضخمة من الأكل عشان يخزن طاقة تكفيه طول الشتاء. لو حاولت تعمل زيه شرايينك هتسمك وتجيلك مشاكل صحية كتير. الدب يقدر يفضل ثابت شهور، لكن انت هتفقد عضلاتك وقوتك بعد أسبوع أو 2 من قلة الحركة. احنا كبشر مش مخلوقين عشان ننام الفترة دي كلها.